مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكحك الدايب ناعم. نعمله بطريقه سهله كده وبسيطه وسريعه. انا عملت معاكم البيدي فور، ودلوقتي هننزل طريقه الكحك. الطريقه دي سهله قوي، انا عملت معاكم الكحك قبل كده. ربنا ما يقطع لناش عاده، ودايما نعمل في بيوتنا ونسعد ولادنا بكل طريقه حلوه نعملها. يلا نشوف هنعمله ازاي بطريقه حلوه وسهله وبسيطه. اول حاجه هجهز الملبن. الكيلو الدقيق بيحتاج نص كيلو ملبن. هضيف للنص كيلو كده معلقه سمنه كبيره، ورشه خفيفه على طرف المعلقه بيكنج باودر. ضروري ضروري، لان البيكنج باودر هيديكي نتيجه حلوه قوي للملبن وهو جوه الكحك. بعد ما دعكته كده كويس بمعلقه السمنه، ده بقى الشكل دي، كورته كور صغنونه كده. وهنا السمنه بتاعتي، الكيلو بيحتاج 550 جرام سمنه. دول 2 كيلو، بس انا بقول لكم مقادير الكيلو الواحد. كيلو الدقيق لازم يكون نوع جيد. هضيف له 550 جرام. اللي عايز يضيف 600 يضيف. ضفت هنا ربع معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة واحدة ريحة كحك. ومعلقة ريحة الكحك دي لازم يكون فيها محلب مطحون وحبهان. محلب مطحون وحبهان. تمام كده. يبقى الكيلو بيحتاج 3 معالق سكر بودرة، 3 معالق سمسم، معلقة كبيرة ريحة كحك عليها محلب وحبهان مطحون مطحون كويس قوي. وبيحتاج 50 جرام سكر بودرة أو 3 معالق بالمعلقة الهرمية. أما الخميرة والبيكنج باودر بمعلقة الشاي الصغيرة. تمام كده. المقادير مظبوطة اهي. كل المواد الجافة دي هخلطها مع بعض، وبعد كده هنزل بالسمنة. في ناس بتحب تقدح السمنة لو اتقدحت الكحكة بتبقى تقيلة قوي، وانا بفضل انها تكون خفيفة، فبكتفي بس ان السمنة بتاعتي تكون فكة. والطريقة دي حلوة، اللي يحب يقدحها طبعا دي حاجة ترجع لكم، بس انا بفضل الطريقة دي. كمان السائل اللي بنضيفه الكيلو دقيق، السائل ده لازم يكون لبن او مية. انا بفضل المية. واللي حابب طبعا انه يضيف لبن دي حاجة ترجع لكم. يبقى المقادير انا قلتها اهو. نيجي بقى لمرحلة البس. ضروري تبسيه بين ايديكي كويس. عايزة تعمليه بايد واحدة كده زي ما انا عملته، واحدة واحدة اعمليه. عايزة تاخديه بين ايديكي الاتنين، اللي يريحك. المهم ان الدقيق لازم يتشرب قوي من السمنة بتاعتك. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربنا ما يقطعلهوش عادة. هنا انا ضفت المية، وزي ما قلت لكم نص كوباية للكيلو. نص كوباية للكيلو. وانتي بتختبريها، لو لقيتي الكحكة بتاعتك شقة ضيفي شوية مية صغيرين او لبن على حسب ما انتي استخدمتي. كده خلاص انا كنت خلصت عجن، وهبتدي اختبرها. الحمد لله هي كده ما شققتش، يعني المقادير مظبوطة. الطريقة دي على طول انا بستخدمها، وبتطلع الكحك حلو. هاخد كده على قد ما انا حابة الكحكة، صغيرة متوسطة ميني كحكة صغيرة اللي تفضليه. هعمل فيها تجويف، وهحط فيها كورة الملبن وشوية مكسرات. لو عايزة تعملي زي اعملي، عايزة تلفي المكسرات مع الملبن من البداية اعملي. انا لا، بحب انزل بالمكسرات لوحدها على الكرة بتاعة الملبن. واللي حابب طبعا عكوة او عجمية، اللي انتوا حابينه احشوا بيه، او سادة زي ما بتفضلوا. التسوية. أول حاجة قبل التسوية هنا أنا بفضل المنقاش. اللي عايز يستخدم البصامة يستخدم، اللي عايز يستخدم قالب، اللي عايز يستخدم المنقاش. دي حاجة ترجع لكم، بس أنا بحب قوي الكحكة بتاعة المنقاش. بحس إنها كحكة زي الكحكة بتاع زمان كده، كحكة حلوة. التسوية بقى ما بتبقاش النار عالية، بتبقى متوسطة. الكحك بيقعد في الفرن حوالي من 15 دقيقة ل18 دقيقة. يعني انتي عايزة النار بتاعتك هادية قوي هيطول، بس هو المفروض النار ما تبقاش هادية، تبقى هادية للبسكوت والبيديفور. اما الكحك متوسطة. الكحك تبقى النار بتاعته متوسطة. وطبعا حسب الفرن بتاعك انتي ادرى بيه. المهم ان هو النار بتاعته بتكون متوسطة. والتشكيل كده عندك اكتر من شكل، اكتر من طريقة، زي ما انتي بتحبي شكليه.
المهم ان الكحكة يكون حجمها كده متوسط، مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي. مع العلم ان السنة دي في محلات عاملاها ميني كحك، يعني كحكة صغننة قوي. عفوا. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم والطريقة عجبتكم ما تنسوش تقولولي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. ده كده كان شكله لما خرج من الفرن، كانت ريحته حلوة قوي وكان دايب وطعمه جميل. يا رب الكحك يعجبكم، كل سنة وانتم طيبين. زي ما احنا كده شايفين مفرغة الكحكة من جوه، والملبن كمان مفرغ.